هل أنت خايف من غزو أمريكي لبلدك؟ لا، إحنا مستنيينهم. هو قال الكلام ده لأنه عارف الفخ اللي بلده وقعت فيه بالفعل. يوم 18 مارس 2026 حوالي الساعة 2 الظهر الطيارات الإسرائيلية ضربت أضعف نقطة في إيران. 2 من المصافي اتدمروا. حوالي من 100 إلى 140 مليون متر مكعب من الغاز توقف تدفقه كل يوم. الضربة دي زودت انقطاع الكهرباء وخلت بلد معتمدة على الغاز تعاني أكثر. لكن في قلب الضربة دي كان فيه عنصر مهم لإسرائيل جوا إيران، الشخص اللي يستحق الفضل في نجاحها. لا أمريكا ولا جاسوس ولا تكنولوجيا متقدمة. دي كانت لعنة إيران نفسها، ثم بطيء بياكلها من جوا بقاله عقود. أنا مش فارق معايا لو يوتيوب خبى الفيديو بسبب مواضيع الحروب، هكشف الحقيقة برضو. لو ضغطوا لايك هتجبروا يوتيوب يبقى عادل. شكرا ليكم. بمساحة 1.6 مليون كيلومتر مربع، إيران تقريبا قد حجم بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا مع بعض، ومع ذلك أغلب الأرض دي محبوسة ورا جدران طبيعية. الجغرافيين بيسموا التركيبة دي حوض جبلي، وده اللي بيحدد المطر هينزل فين أو الجفاف هيسيطر، والجيوش هتتقدم ولا هتتوقف، والمدن هتزدهر ولا هتعطش. بس نفس القوة دي بقت أكبر عدو لإيران، أو ممكن أقول أكبر ميزة لإسرائيل. الكلام ده مش بتاعي، ده مكتوب في التاريخ. طريق طهران الشمال السريع احتاج 137 نفق عشان يعدي جبال البرز، فعشان كده مقاول أجنبي بدأ الحفر سنة 1997. قعدوا تقريبا 20 سنة شغالين عليه، وفي الآخر مشيوا بعد ما خلصوا أقل من ربع الشغل. ولما استلمت الشركات الإيرانية المشروع واجهوا صدوع ومياه جوفية غمرت المكان، وغاز ميثان وصخور مضغوطة ابتلعت آلات الحفر، فاضطر العمال يحفروا أنفاق جانبية عشان يطلعوا المعدات ويبدأوا من جديد. فشل المشروع ما كانش بسبب المقاول ولا الشركات الإيرانية. أكبر لعنة في إيران هي الجغرافيا بتاعتها. إيران متشكلة من سلاسل جبال ضخمة بتحيط بداخل عالي من الهضاب والصحاري والسبوخات الملحية. معظم البلد فوق 1500 متر، وده خلى الأرض المستوية قليلة قوي، باستثناء شريطين ضيقين جنب بحر قزوين في الشمال وسهل خوزستان في الجنوب الغربي. جغرافية إيران هي أكبر درع لها، وفي نفس الوقت أعدائها. الناس بدأوا يدركوا ده بس بعد الصراع الحالي. هي اللي شكلت لعبة الجغرافيا السياسية على مدى عقود. إيران عندها 1201 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ده حوالي 18% من غاز الكوكب، وبتيجي الثانية بعد روسيا. المركز الرئيسي هو ساوث باريس في الخليج الفارسي، وده نص أكبر حقل غاز في العالم، وبتشاركه مع قطر. ده يبان كأنه نقطة قوة جبارة لإيران. الحقل ده بيوفر أغلب الغاز المحلي لإيران، والغاز بيمثل أكثر من 80% من استهلاك الطاقة هناك، وكمان بيولد حوالي 85 ل 86% من الكهرباء عندهم. إيران مش بس بتصدر الطاقة دي كمان معتمدة عليها تقريبا بشكل كامل جوا البلد، وده بقى أكبر نقطة ضعف عندهم. في 18 مارس 2026 الطيارات الإسرائيلية دخلت وضربت مصانع المعالجة وخزانات التخزين وخطوط الأنابيب والمجمعات البتروكيماوية ومصفاتين، وكل ده في منطقة عسلوي بمحافظة بوشهر. إسرائيل قالت لواشنطن قبل كده وترامب وافق والقوات الأمريكية ما تدخلتش. اندلعت حرائق في الموقع لكن سيطروا عليها ومفيش وفيات وقتها. الضرر اللي حصل لنظام الطاقة في إيران كان فوري وشديد جدا. 2 من المصافي اتعطلوا، ما بين 100 ل 140 مليون متر مكعب من الغاز وقفوا عن التدفق كل يوم. ومع العقوبات الشديدة على الصادرات الغاز ما كانش ليه مكان يروح له. في إيران التأثير كان فوري، وزادت الانقطاعات ونقص الكهرباء اتفاقا في بلد بيعتمد على الغاز. من النظرة الأولى ممكن تفتكر إنه تفوق إسرائيل الجوي خنق إيران، لكن الحقيقة إنه جغرافيا إيران القاسية والماكرة هي اللي كانت السبب. بعيدا عن الضرر المادي، الضربة كشفت حاجة أزعجت طهران أكثر: تجميع 70% من إمدادات الطاقة في البلد في مكان واحد، حتى لو كان بعيد أو محمي كويس على الورق. ده إدى العدو هدف واضح جدا يلاقيه ويضربه. بس ليه قلت إن جغرافيا إيران هي كمان أكبر منقذ ليها؟ في يونيو 2025 أمريكا هاجمت إيران في عملية الأسد الصاعد. تم ضرب البنية التحتية النووية وبنية الصواريخ الباليستية لإيران. المسؤولين الإيرانيين كانوا واضحين إنه البرنامج ما تدمرش،
لأنه أهم المنشآت كانت متحطية عميق جوا الجبال دي، في مناطق الطيران التقليدي ما يقدرش يوصلها أو يخترقها بالكامل. ده ما كانش صدفة، دي عقيدة مبنية كلها على الجغرافيا. ولما المسؤولين الإيرانيين قالوا إحنا مستنيين، كانوا جادين. خلال حرب إيران والعراق في الثمانينات، القوات العراقية دخلت جوا إيران واصطدمت مباشرة بجبال زاغروس. أرتال المدرعات اللي كانت فعالة في الأرض المفتوحة بقت تقريبا بلا فايدة. المرتفعات والممرات الجبلية امتصت الهجوم وبطأت كل حاجة وخليت أي اختراق حاسم شبه مستحيل. بس تخيل معايا إن عندك تكنولوجيا متقدمة وقدرت تعدي الجبال الاثنين، جبال زاغروس وجبال أربوس، رغم كل الصعوبات. انت دلوقتي جوه إيران، بس اللي مستنيك هناك أسوأ. وسط البلد اسمها الهضبة المركزية، وهي سلسلة أحواض بارتفاع 900 متر فوق سطح البحر. هي محاطة بالكامل بنفس الجبال اللي لسه كنت معديها، وبسبب انه الجبال دي بتوقف تقريبا كل رطوبة جاية من بحر قزوين أو البحر المتوسط، مفيش تقريبا حاجة بتوصل للداخل. المطر عمره ما بيوصل، واللي ده بيخلقه في النصف الشرقي من الهضبة هو 2 من أقصى وأصعب صحراوات موجودة في الكوكب ده. الأولى هي دشت كافير، الصحراء المالحة العظيمة. الأنهار فعلا بتتكون هنا كل ربيع وبتتغذى من ذوبان التلج اللي بينزل من القمم اللي حواليها، بس الأنهار دي ما عندهاش مكان تروح له. الهضبة دي ما فيهاش مخرج، فالمية بتتجمع في الأحواض المنخفضة وبتقعد هناك، وبعد كده شمس الصيف تشتغل. هي بتبخر كل حاجة وبتسيب وراها تكوينات ملحية سميكة بلورية اسمها كافير. من بعيد شكلها أرض صلبة، لكن لو قربت هتلاقيها بتنهار تحت رجليك. دشة اللوط مصنفة كموقع تراث عالمي من اليونسكو. اللقب ده موجود مش عشان المكان لطيف، لكن عشان تطرفه الجغرافي الشديد. هو واحد من أكتر الأماكن جفاف وسخونة على وجه الأرض. رياح قوية بتنحت الأرض لتلال رملية ضخمة، وبتحرك الكثبان اللي عمرها ما بتحتفظ بنفس شكلها مرتين. مركزه على ارتفاع 300 متر فوق سطح البحر، أقل من الهضبة اللي حواليه، فده بيخلي الحرارة تتجمع فيه والرطوبة تفضل برا. غير صالح للسكن طول الوقت، مش في مواسم أو أوقات معينة. الصحراويين دول بيعملوا جدار شرقي شبه مستحيل العبور، زي جبال زاغروس في الغرب. أي قوة هتحاول تدخل إيران من أفغانستان أو باكستان هتواجه ده فوراً. مفيش خطوط إمداد في الطريق ده، ولا ممرات موثوقة عبر كارفير، بس واحات متفرقة، والمسافات بينهم بتستنزف الموارد أسرع من أي جيش يقدر يعوضها. بس لو كده ليه إسرائيل متفوقة على إيران؟ لأنهم عارفين يضربوا فين وإيه بالضبط، وكمان إيه يتجنبوه. إسرائيل تعتمد على تفوقها الجوي كأكبر ميزة. ناس كتير فاكرين إن إسرائيل كشفت وضربت كل نقاط ضعف إيران، لكن في الحقيقة لسه اللي حصل كان حاجات بسيطة جدا. إسرائيل قالت مؤخرا إنه فيه مئات الأهداف الإيرانية ممكن تضربها، وبتفكر تستغل نقطة ضعف سرية عند إيران. بص، بين 90 و 95% من المسلمين في إيران شيعة 12 ده حوالي 66 ل 70 مليون شخص، وده بيخلي إيران المركز الديموغرافي الأول للعالم الشيعي. التركيز مش متوزع عشوائي في البلد، هو مرتبط بشكل كبير بقلب المناطق اللي بتتكلم فارسي زي المحافظات دي، واللي فيها الهوية الشيعية وقوة الدولة والحياة الثقافية متصلين ببعض. هم بيشتغلوا كنظام واحد متكامل. المسلمين السنة رسميا نسبتهم من 5 ل 10% من السكان. المشكلة إن المجتمعات دي تقريبا بس عايشة على حدود إيران. الأكراد السنة في المحافظات الغربية، التركمان في الشمال الشرقي، البلوش في سيستان وبلوشستان، والعرب على ساحل الخليج. اللي بيجمع كل المناطق دي غير الدين هو نفس النمط، أفقر اقتصاديا، أكثر ريفية، وتحت رقابة مشددة أكثر. والأهم إنهم أبعد عن السلطة من قلب الشيعة اللي هن محاوطينه. المسافة بين المركز والأطراف من أكثر التوترات المستمرة والمضارة في الدولة الإيرانية، وما اختفتش أبدا. التاريخ بيأكد إنه المجتمعات المعزولة دايما معرضة لاستغلال الأعداء. الجغرافيا اللي بنسميها لعنة على إيران بقت مصدر غير مباشر لشغل آلاف في أعمال غير مشروعة. جبال زاغروس على حدود العراق والسلاسل الشرقية ناحية أفغانستان وباكستان، فيها قمم توصل ل3 أو 4 آلاف متر، ومقطوعة بأودية عميقة وغابات وممرات مغطاة بالثلج. العربيات صعب توصل لمعظم المناطق دي، وكمان صعب تتعمل عليها دوريات.
وخلف الممرات دي في مجتمعات عندها خبرة أجيال في التنقل في الأراضي اللي الغرباء ما يعرفوش يمشوا فيها، خصوصا في الضلمة. وده المكان اللي الكلبار بيشتغلوا فيه. الحمالين الأكراد اللي ممكن يوصلوا ل 300 ألف بيشيلوا 25 ل 70 كيلو على ظهرهم ويمشوا ساعات في طرق جبلية، وهم شايلين تلفزيونات، تكييفات، شاي، سجاير وكحول. من بعيد هم نقط بتتحرك جنب الجبل، ولما تقرب منهم هتلاقيهم آباء وأبناء من محافظات ما وصلهاش الاقتصاد الرسمي أبدا، ونفس الطرق بتنقل حاجات أظلم بكتير. شبكات منظمة بتنقل الوقود والأدوية المدعمة من إيران لباكستان وأفغانستان، والمخدرات زي الهيروين والأفيون والميثا أمفيتامين بيرجعوا لتركيا والعراق، والأسلحة تتبع نفس الطرق. في كردستان العراق المهربين بقوا يستخدموا الطائرات المسيرة والطائرات الشراعية بعد ما دروب الجبال بقت مكشوفة. الجبال بتخلي الحدود صعب تتكفل، والفقر بيخلي الناس تعديها. الكارتلات اللي جمعت الاثنين اكتشفوا أهم مناطق التهريب في العالم، لكن أكبر مشكلة لإيران هي التشابه العرقي مع الدولة المنهارة في باكستان. سيستان وبلوشستان هي أكبر محافظة في إيران. المحافظة دي قاعدة فوق احتياطات غاز وثروات معدنية، لكن تقريبا بكل المقاييس هي من أفقر الأماكن في البلد. البلوش اللي عايشين هنا سنة في دولة شيعية ومختلفين عرقيا عن الفرس، وهم عارفين كويس قد ايه نصيبهم قليل جدا من ثروة إيران. الخليط ده من الهوية والدين والإهمال الاقتصادي خلى فيه تمرد محدود شغال هنا من سنة 2004. هجمات مستمرة على الحرس الثوري ونقاط الشرطة والبنية التحتية خلت طهران مش قادرة تقضي عليه نهائي. في سنة 2023 جماعة جيش العدل، وهي جماعة سنية مسلحة بتشتغل على الجانبين من حدود إيران وباكستان، قتلت 11 شرطيا إيراني في هجوم واحد. والحدود هنا مشكلة لوحدها تماما. في يناير 2024 إيران ضربت معسكرات جيش العدل جوا بلوشستان الباكستانية وقتلت مدنيين، وباكستان ردت واستهدفت مواقع جبهة تحرير بلوشستان في إيران. سميتها الدولة الباكستانية المنهارة لأن باكستان أصلا بالكاد مسيطر على بلوشستان. حتى هم نفسهم تمردوا ضد الظلم وعدم المساواة، يعني دولتين بيقولوا إنهم بيحاربوا نفس المسلحين وبيضربوا نار عبر حدود محدش فيهم مسيطر عليها فعلا، عشان الصحراء والجبال هناك مش تحت سيطرة أي حكومة. الأسلحة والمخدرات والمقاتلين، الجغرافيا بتنقل كل ده بحرية. لو ضفت حرب شاملة فوق كل ده هتلاحظ أن الحرس الثوري الإيراني مستنزف وموزع على جبهات كتير. جماعات البلوش المسلحة رحبت بالضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران واعتبروا الفوضى فرصة لهم. فكرة بلوشستان الكبرى الموحدة والمستقلة اللي بتشمل إيران وباكستان وأفغانستان بتدي الجماعات دي دافع للقتال، وده أكبر من أي حاجة طهران ممكن تتفاوض عليها. إيران عمرها ما سيطرت تماما على الإقليم ده حتى وقت الهدوء، ودلوقتي فتحت جبهة جديدة والبلد مش قادرة تتعامل. التوظيف الرسمي للإيرانيين كمان بيتأثر بشكل كبير بسبب الجغرافيا بتاعتها. محافظة كرمان في الجنوب فيها واحد من أكبر رواسب النحاس في العالم، مجمع سارشمة. حوالي 5% من النحاس المعروف في العالم في مكان واحد. إيران ترتيبها عالي في الزنك والرصاص، وعندها رواسب زي مهديابات في يزد وعنغوران في زنجان من أغنى الخامات في العالم. خام الحديد منتشر في الهضبة الوسطى. خراسان فيها أعلى تركيز من المناجم النشطة في البلد. مؤخرا اكتشفوا رواسب كبيرة من الليثيوم والتيتانيوم. 3/4 العمالة في التعدين في إيران بيشتغلوا في معادن وخامات مش نفط أو غاز، ودي مش بتظهر في الأخبار العالمية، لكنها بتقوي اقتصاد محافظات كاملة بهدوء. يعني العمالة مركزة بشكل كبير في قطاع فيه مخاطرة عالية جدا. إيران ممكن تتعامل مع الوضع ده، بس مش مع اللي أكبر أعدائها أطلقه بالفعل. إيران عندها تقريبا ثلث أراضيها بس صالحة للزراعة، والأسوأ من كده إنه 12% بس من الأراضي دي مزروعة فعليا، وأقل من ثلث الأراضي المزروعة دي بيتروى. الباقي زراعة جافة بيعتمدوا فيها على الأمطار، في بلد 80% من أراضيه جافة أو شبه جافة. بيانات الأقمار الصناعية وضحت ده بشكل واضح. حوالي 68% من سطح إيران عنده قابلية عالية أو عالية جدا للتصحر. في المناطق اللي فيها ري مكثف اتسحبت المياه الجوفية بشكل كبير، لدرجة أن ملوحة التربة والمياه زادت في الحوض المركزي، وده بيضعف من غير ما يبان ما تبقى من الخصوبة. ليه نتكلم عن الزراعة والري وإحنا ما فيش مياه كفاية حتى يشرب منها الإيرانيين؟
من كام شهر أزمة المياه في إيران كانت في العناوين. النهاردة الكل بيتكلم عن الحرب، العالم نسي، بس الطبيعة لأ، والوضع بيزداد سوء. نهر كارون هو النهر الوحيد الصالح للملاحة في البلد، طوله 516 ميل، ومع كده بس حوالي 112 ميل منه من خرمشهر لحد عباس اللي القوارب تقدر تبحر فيها فعلا. أنهار الكرخة والدز والجراحي موجودين، بترسبوا رواسب خصبة في ساحل خوزستان. ما فيش شبكة مياه وطنية فعلا بتربط كل ده. الإيرانيين زمان حلوا المشكلة دي بالهندسة وبنوا حاجة مدهشة فعلا. القناة أنفاق تحت الأرض محفورة باليد وبتشتغل بالجاذبية، بتسحب المية من مصادر مرتفعة وبتنقلها عبر الصحراء عشان توصلها للناس اللي عايشين هناك. في حوالي 70,000 من الهياكل دي منتشرة في إيران، والطول الإجمالي بتاعهم يوصل ل 250,000 ميل، اتعملوا يدويا على مدار قرون من غير أي معدات حديثة. العصر ده من الحفاظ العبقري على المياه بيتدمر بسرعة، والخبراء دلوقتي بيسموه إفلاس مائي مش نقص مياه. ما بين 2003 و 2019 بس إيران فقدت حوالي 211 كيلومتر مكعب من إجمالي مخزون المياه متاعها، وده أكتر من ضعف استهلاك البلد السنوي كله من المياه، ضاع في أقل من 20 سنة. معهد الموارد العالمية بيعتبر إيران من أكثر الدول اللي عندها أزمة مياه، لأنها بتستهلك 80 ل 100% من مواردها المائية المتجددة سنوياً. الاتجاه العام على المدى الطويل بيبين أنه نصيب الفرد من المياه انهار من حوالي 4500 متر مكعب في السبعينات لحوالي 1000 متر مكعب النهاردة، وده بيحط إيران رسمياً في فئة الندرة المطلقة للمياه. أكثر من 90% من الباقي للزراعة، وأغلبه بيتستخدم في الري بالغمر. دي واحدة من أقل الطرق كفاءة لزراعة المحاصيل اللي بتستهلك مياه كتير في أكثر الأراضي نقصاً في المياه على وجه الأرض. إيران بتستقبل سنوياً من 235 إلى 250 ملم مطر، وده حوالي نص المتوسط العالمي، وكمان 82% من أراضيها جافة أو شبه جافة. معظم الأمطار بتنزل بين نوفمبر ومايو، وده بيعمل موسم جفاف طويل بيزيد فيه التبخر وبتقل الأنهار أو بتجف تماما. العواقب دلوقتي واضحة جدا. الاستخراج المفرط للمياه الجوفية تسبب في هبوط الأرض في مدن زي أصفهان وطهران، والطرق والمباني سجلت أضرار واضحة مع ضغط الأرض تحتها بشكل هادي. في نهاية 2025 الخمس خزانات الرئيسية في طهران وصلت 12% بس من سعتها، وده سبب أزمة كبيرة خلت الحكومة تفكر تنقل العاصمة. بحيراتها نفس الوضع، بحيرة أورمية اللي كانت أكبر بحيرة في الشرق الأوسط بقت أرض ملحية، وزيندرود بقى مجرى ميت في السنين الجافة بسبب السدود والتحويلات. بحيرات كتير على حدود أفغانستان صغرت جدا، وده خلى الأحواض الناشفة تعمل عواصف ترابية بتأثر على الأراضي الزراعية والمدن، وبتحول الانهيار البيئي لأزمة صحية. إيران مش قادرة تدير أزمة المياه، هي بتفقد المية اللي خلت الأرض دي قابلة للحياة، ومفيش أي حاجة في سياساتها الحالية ماشية بسرعة كفاية علشان تغير الوضع ده. حتى الجبال اللي بتحمي برنامجها النووي كانت أكبر عدو ليها. في 1995 بدأوا يوسعوا نفق كندوفان، وكان الموضوع شكله بسيط على الورق. أول ما المهندسين شالوا البطانة القديمة، المية الجوفية اندفعت بقوة والصخر انهار وفضل ينهار. المشروع اللي كان المفروض ياخد كام سنة اتسحب لحد 2002. سد بختياري اللي كان المفروض يبقى من أطول السدود في العالم موجود في وادي عميق في زغروس، عقد بقيمة 2 مليار دولار أتوقع مع الصين في 2011، لكن اتلغى في أقل من سنة وتسلم للحرس الثوري. اتعملت احتفالات وتبانت طرق وصول، لكن مفيش سد، لسه وادي مستني. ممرات النقل في المنطقة دي بتضطر تعدي من ممرات ضيقة وصعبة. الأسواق بتفضل متفرقة عشان ربطها مكلف جدا. أجزاء البلد تتطور بمعزل عن بعض ثقافيا واقتصاديا ولوجستيا. نفس التضاريس اللي بتحمي إيران هي كمان من أكبر مشاكلها الداخلية. وفي قلب المشكلة دي في وحشين. الأول جبال زاغروس، مش مجرد سلسلة جبال واحدة تقدر تعديها وتكمل، هي عبارة عن سلسلة متواصلة من التلال المتوازية ورا بعض بتمتد لمسافة 901 ميل من الشمال الغربي لحد بندر عباس على مضيق هرمز. قمة ورا الثانية بتعدي 3000 متر، وفي الجزء الجنوبي الأوسط 5 منها على الأقل بتعدي 4000 متر. جبال زاغروس جيولوجيا امتداد جنوبي لجبال القوقاز، قديمة وضخمة وبتصعب المرور في غرب إيران. النظام الثاني هو جبال البروز في الشمال،
أضيق، لكن لو في حاجة فهي أشد قسوة كمان. القمم هناك متوسطها حوالي 3000 متر، وما بتنحدرش تدريجي ناحية بحر قزوين. هي بتنزل حاد لدرجة إنه الشريط الساحلي بين الجبال والمية عرضه غالباً بين 10 و70 كيلومتر بس. وفوق كل ده بيطلع جبل دماوند، بركان خامد ارتفاعه 5610 متر. ده أعلى نقطة في إيران، وتاني أعلى قمة في كل اليابسة الأوراسية غرب هندوكوش. وجبل البرز نفسه قاعد على جيولوجيا عمرها مئات الملايين من السنين، صخور رملية من العصر الديفوني وصخور طينية من العصر الجوراسي، وفيها طبقات فحم ماشية جواها، وكمان طبقات سميكة من الطف البركاني الأخضر المميز واللافا. الصخور دي تكونت لما الجزء ده من الأرض كان بيحصل فيه حاجات عنيفة ومحورية. النظامين الجبليين مش بس بيمنعوا الأعداء من الدخول، لكن كمان بيحجزوا مناطق إيران عن بعض. إيران سخرت أكبر وأغلى طموح هندسي عندها للجبال دي، وفي كل مرة الجبال كانت هي اللي بتكسب. معظم جغرافية إيران صعبة، لكن أكبر نقطة قوة عندها موجودة في الناحية الشرقية على الحافة الشرقية من الساحل الجنوبي اللي طوله 1120 ميل. فيه حاجة بتخلي كل ده لا يمكن استبداله استراتيجيا، وهي مضيق هرمز. هو ممر مائي طوله 167 كيلومتر، وبيوصل عرضه في أضيق نقطة من 21 ل 24 ميل بحري بس، وممرات الشحن اللي جواه عرضها كام ميل بس. من الفتحة دي بيمر 20% من إمدادات النفط العالمية، يعني 20 مليون برميل يوميا، وكمان كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات. كل ناقلة نفط من الخليج الفارسي لازم تمر هنا. وإيران على الشاطئ الشمالي. إيران بتسيطر على 7 من 8 جزر في المضيق، منهم أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جنب طرق الناقلات، ومليانين قوات عسكرية، والإمارات بتطالب بيهم رسمي. ومع القواعد البحرية في بندر عباس وبشهر وتشابهار، طهران تقدر تهدد أو تحمي مرور المضيق بالكامل بشروطها. في يونيو 2025 إيران استخدمت طيارات بدون طيار متعددة المهام ضمن عقيدة السيطرة الذكية لضرب أهداف محددة، وسمحت للملاحة المحايدة بالمرور. النتيجة كانت انخفاض 20% في إمدادات النفط، وارتفاع من 50 إلى 100% في أقساط التأمين البحري. بحلول سنة 2026 أكثر من 1650 سفينة تعرضت لتشويش في نظام تحديد المواقع GPS ونظام التعريف الآلي AIS جو المضيق، وده كان كفاية أنه يحول الملاحة التجارية الروتينية لمخاطرة محسوبة يوميا. بما أنه ممرات الشحن عرضها كام ميل بس، فحتى تلغيم أو تشويش بسيط ممكن يهز أسواق الطاقة العالمية. لكن أهم جزيرة فيهم هي جزيرة شريان الحياة، رسمياً بسموها جزيرة خارك، جزيرة مرجانية صغيرة على بعد 21 ميل من الساحل، وكل صادرات بترول إيران بتعدي منها تقريباً. في صراع 2025 بقت هدفاً مباشراً للضربات الأمريكية لسبب بسيط جداً: اللي يمسك جزيرة خارك يسيطر على دخل الحكومة الإيرانية. على الجانب البحري، بندر عباس موجودة مباشرة على خليج هرمز قدام جزر قشم، لارك وهرمز. هي بتدير معظم حركة الحاويات في إيران، ومتصلة بطرق وسكك حديد لطهران. لكن المياه الضحلة هناك بتجبر أكبر السفن تفرغ حمولتها في موانئ الإمارات، وتنقل البضائع على مراكب أصغر. تشابهار أبعد شرق على خليج عمان خارج المضيق، وعندها وصول مباشر لمياه عميقة في المحيط الهندي. هي الميناء الوحيد في إيران بالمزية دي، وطهران بتعتبرها ممر لأفغانستان وآسيا الوسطى. الجغرافيا مناسبة، لكن تشابهار في محافظة بعيدة في إيران ومن غير استثمار قوي في البنية التحتية، الميزة هتفضل نظرية بس. كل دولة بتبني طرق وسكك حديدية، لكن في إيران بناء الطريق مش مشروع هندسي، ده حرب ضد الطبيعة. خذ مثال خط السكك الحديدية العابر لإيران. اتفتحت سنة 1939، ولسه واحدة من أكثر مشاريع البنية التحتية جرأة من الناحية التقنية اللي اتبنت على الإطلاق. عشان يعدوا جبال زاغروس، المهندسين حفروا 126 نفق في بعض أقدم وأكثر الصخور تماسكا على وجه الأرض. عشان يعدوا الممر اللي ارتفاعه 2220 متر بين طهران وبحر قزوين، اضطروا يرفعوا الميل ل 2.8%، وده خلى القطارات لسه بتتحرك ببطء في أجزاء استغرق شقها عقود وتكلفة بشرية كبيرة. ده كان سنة 1939، والتحديات لسه زي ما هي. دلوقتي أهم مشروع بنية تحتية في البلد هو طريق طهران شمال السريع بطول 75 ميل،
مصمم مخصوص عشان يربط العاصمة بمدينة شالوس على بحر قزوين. في معظم البلاد ده بيكون طريق سريع عادي. هنا الموضوع محتاج أكثر من 30 نفق مزدوج، وأهمهم نفق أوربور اللي طوله 6400 متر، محفور في قلب سلسلة جبال أوربور. جوه الجبل ده المهندسين واجهوا كل حاجة مرة واحدة: صخور تحت غطاء صخري بسمك 850 متر، وضغط كبير لدرجة أن الصخور نفسها بتضغط بقوة على جدران النفق. الميثان وكبريتيد الهيدروجين أجبروا العمال يستخدموا أنظمة هواء مضغوط للتنفس، والمية بتدخل من الفجوات الكارستية بسرعة 800 لتر في الثانية، وكل ده كانوا شغالين فيه. منطقة صدع كندافان اللي فيها انزلاقات رأسية بكذا كيلومتر كانت بتعطل ماكينات حفر الأنفاق، وبتخلي كل متر بتقدموا فيه معركة مع الجيولوجيا. ده هو شكل ربط طهران بساحلها فعلا، والتكلفة كلها بتبان في رقم واحد. حوادث الطرق بتكلف إيران حوالي 20 مليار دولار سنويا، يعني 7% من الناتج المحلي، وده أكثر من ميزانية الصحة الوطنية. الموضوع مش من قيادة الإيرانيين، لكن عشان تحافظ على بنية تحتية آمنة في عرض عدائية وكبيرة زي دي، ده بيكون خسارة مالية مستمرة. إيران استثمرت كتير في الأنفاق والسكك الحديدية والطرق السريعة. الجبال أخذت كل ده، والفاتورة لسه بتكبر، وده مش حالة فردية. في الشمال عندها شريط بطول 404 ميل بيجري جنب بحر قزوين، لكن جبال البرز قريبة جدا من المية، لدرجة إنه في أماكن المسافة بين القمم والساحل بتضيق لحد 6.21 ميل بس. المكان ضيق، لكن الشريط الرفيع ده من الأماكن القليلة في إيران اللي فيها رطوبة وخصوبة طبيعية، استثناء نادر في بلد معروف بالجفاف. لكن في الجنوب الصورة بتتغير بشكل كبير. الأرض بتنزل من هضبة ارتفاعها حوالي 600 متر، وراها منحدرات بتوصل ل 1800 متر لحد السهول الساحلية الضيقة على الخليج الفارسي وخليج عمان. منحدرات صخرية، أراضٍ منخفضة متقطعة، وقليل من الأرض المستوية بين الجبال والمياه، وعلى حدودها 13 جار. إيران لها حدود برية مع 7 دول: تركيا والعراق غرباً، أرمينيا وأذربيجان شمال غرب، تركمانستان شمال شرق، وأفغانستان وباكستان شرقاً. أطول حدود برية مع تركمانستان، وأقصرهم مع أرمينيا على نهر أراس، بضع عشرات من الكيلومترات، وكل الحدود مش بتمر في أرض سهلة. جبال زاغيروس بتحدد الحدود مع العراق وتركيا، والصحراء والأراضي الجافة بتميز أطراف أفغانستان وباكستان. صعب حد يغزوها، لكن برضو صعب تراقبها كويس، وعشان كده نفس الحدود دي فضلت دايما ممرات للتهريب، وما فيش حكومة قدرت تقفلها بالكامل. إيران عندها ساحل طوله 1516 ميل، وده بيخلي ليها 6 جيران بحريين: الكويت، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات وعمان، وكلهم على الخليج الفارسي وخليج عمان. ومن الشمال ساحل بحر قزوين بقابل روسيا وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان عبر المية، يعني 4 دول. إيران عندها بين 130 و 160 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، وده حوالي 8 إلى 10% من الاحتياطي العالمي. معظم التجمع في الجنوب الغربي عند سفوح جبال زاغروس وسهل خوزستان، وكمان في حقول بحرية شمال الخليج الفارسي بتوصل لجزيرة كارك، وفي خطوط أنابيب ماشية من الحقول دي للمصافي في عبادان، أصفهان، طهران، تبريز، ودي تعتبر الجهاز الدوري للاقتصاد كله، وبتتحرك تحت نفس الجبال اللي دايما كانت بتميز البلد دي. جغرافية إيران هي أكتر حاجة قوية في البلد دي، وهي كمان أكتر حاجة تقيلة شايلها.